طابت أوقاتكم بكل خير مشاهدينا الكرام، حلقة أخرى من حلقات اربح مع تميم في موسمه الرابع. انتظرونا بعد هذا الفاصل. هذا البرنامج برعاية أول متسابق أعزائي المشاهدين، رمضان مبارك. تعرفوا عليك؟ علينا وعليك. دويم ياسين من الطرب العربي. دويم ياسين. لدينا الدين، الثقافة العامة والرياضة، أي مجال تختار؟ الثقافة العامة. الثقافة العامة عندنا من 1 إلى 4، أي مجال أي سؤال تختار؟ 2. رقم 2. السؤال رقم 2. كم يبلغ عدد أسماء الأسد في اللغة العربية؟ عدد أسماء الأسد في اللغة العربية. اللغة العربية. قدان عندنا سؤال، قدان عندنا اسم. والله مش فاكرها بالصح. حاول. 3. أكثر. نزلت لك محاولة واحدة. زدت محاولة. 50. للأسف الإجابة غير صحيحة. وجهنا كلمة المتابعين. والله يا رمضان مبارك إن شاء الله علينا وعليكم. إن شاء الله. شكرا. صحة بطولكم. إن شاء الله. شكرا، بارك الله فيك. متسابق آخر أعزائي المشاهدين، مبارك عليك الشهر. بارك فيك ان شاء الله والجميع ان شاء الله. تعرفوا عليك؟ دويم سعد. دويم سعد. لدينا الدين، الثقافة العامة والرياضة، أي مجال تختار؟ الدين. من 1 إلى 4، أي مجال تختار؟ 3. السؤال رقم 3. أعظم سورة في القرآن هي الفاتحة، ولكن ما هي أعظم آية في القرآن يا سعد؟ آية في القرآن هي آية الكرسي. متأكد من إجابتك؟ متأكد 100%. متأكد، والقرآن كل عظيم وهي أعظم آية. إذا نبشرك بفوزك معنا إن شاء الله. ألف مبروك. تفضل معنا قسيمة شراء بقيمة 1000 دينار جزائري مهداة من طرف محلات محلات عياشي للتسوق. كلمة وجه المتابعين. المتابعين ان شاء الله رمضان عليكم مبارك، مبروك ان شاء الله، وكل عام وانتم بخير وخلاص ان شاء الله. شكرا. كان هذا العدد الثاني من برنامج اربح مع تميم. اشكركم على حسن الاصغاء وطيب المتابعه. السؤال موجه الى حضراتكم وهو كالتالي: كم يبلغ عدد اسماء الاسد في اللغه العربيه؟ قدم الاجابه في تعليق مرفق بالاسم واللقب، وقم بمشاركه العدد حتى تحسب الاجابه وتدخل معنا في السحب الاسبوعي. سحب تركو.